يا مساء الفل عليكم أو صباح الخير على حسب ما هتشوفوا وقت الفيديو. أنا رانيا عاشور، صيدلانية مهتمية بمنتجات البشرة والشعر. النهارده هنتكلم بموضوع ليه علاقة بالبرد الشديد اللي احنا فيه دلوقتي، وهو موضوع قشرة الشعر. عادة قشرة الشعر بتعبر عن نفسها بقوة وشراهة في فصل الشتاء، وده لأسباب كتيرة. أول سبب منهم قلة الاستحمام وقلة غسل الشعر، وده هيسبب تراكم الزيوت. تراكم الزيوت ده هيسبب قشرة. تاني حاجة إن احنا لما بنكون بردانين فبنلبس حاجة صوف، التدفئة الزيادة دي هتسبب عرق، والعرق ده هيكون وسط حلو قوي لفطر الملاسيزيا اللي هو أصلا مسبب لقشرة الشعر. ثالث سبب معانا إن القشرة اللي بتزيد في الشتاء هي إن الرطوبة في الشتاء بتكون عالية شوية، وده هيأثر على الشعراية والفروة بالسلب، هيسبب فيها حساسية وجفاف، فالفروة ما تسكتش، تروح مطلعة زيوت كتيرة، والزيوت الكتيرة دي في النهاية هتسبب قشرة. كل الحاجات اللي أنا قلتها لكم دي اسمها قشرة موسمية، يعني قشرة مرتبطة بفصل، وعادة اللي هو زي ما قلت لكم فصل الشتاء. بس مش ده السبب الوحيد لقشرة الشعر، في أسباب تانية لقشرة الشعر. تاني سبب لأسباب القشرة هي القشرة الغير موسمية أو القشرة الدهنية. القشرة الدهنية دي مش مرتبطة بفصل، ولا إنها برضو بتزيد في فصل الشتاء عن الصيف، بس خلينا نقول إن القشرة أصحابها بيعانوا إن فروة راسهم بتنتج زيوت كتيرة، والموضوع بيسوء أكتر لما يبتدوا يستخدموا منتجات غير مناسبة ليهم، سواء كان فيها زيوت تقيلة أو كريمات غير مناسبة لفروة راسهم. وزي ما انتم عارفين تراكم زيوت على زيوت هيزود القشرة، والقشرة زيادة يعني تساقط. القشرة الدهنية بتتميز إن هي بتكون لازقة في فروة الراس، يبقى عبارة عن قشور لونها أبيض، أحيانا بيكون مصاحبها إحساس بالحكة، وفعلا لما بيحصل هرش في المنطقة ما بيبقوش حاسين بنفسهم وممكن يعوروا نفسهم، بيكون مصاحبها ريحة مش كويسة، وزي ما قلت لكم هيحصل للأسف تساقط شديد. ثالث سبب معانا هي قشرة الإكزيما الدهنية، ودي بتكون أشد من الأنواع اللي فاتت لأن بيصاحبها إحساس بالحكة والتهابات شديدة، ومش بس بتكون موجودة في فروة الراس، بتكون موجودة على جانبين الأنف وخلف الأذنين، وبيكون منظرها مميز زي الصورة دي. واخر سبب معانا للقشره هي القشره اللي ممكن تيجي نتيجه نقص التغذيه ونقص الفيتامينات الموجوده في الجسم. وزي ما ذكرت لك اسباب القشره وعرفنا تفاصيل عنها، يلا بينا تعالي اقول لك العلاج. عاده علاج القشره هيكون عباره عن شامبوهات، بس قبل ما نبدا في المنتجات عايزه اقول لك ان شامبوهات القشره عشان تشوفي النتيجه اللي انت عاوزاها لازم تستخدميها بالطريقه الصحيحه. بمعنى شامبو القشره لازم يتحط على فروه مبلوله لمده تتراوح ما بين الثلاث دقائق والسبع دقائق. بنعمل مساج في فروه الراس ونسيبه المده اللي انا قلت لك عليها من 3 ل 7 دقائق، وبعد كده نشطفه كويس، وناخد بالنا قبل ما نستخدم الشامبو بتاعنا لازم نرج الازازه كويس. يلا بينا نبدا بالمنتجات بتاعتنا. اول المنتجات اللي معانا النيزابيكس والنيزورال والبيتادين شامبو. دول بيتميزوا ان نتيجتهم هتكون فعاله مع القشره، بس للاسف دول هينشفوا الشعر، وعشان تقدري تتغلبي على السبب ده تقدري تستخدمي البلسم بتاعك او حمام الكريم، بس خلي بالك ما تجيبهمش على الفروه، نحطهم على الشعر نفسه، وبكده نكون قدرنا نحل الاثار السلبيه للمنتجات دي. رابع وخامس منتج معانا هو السيلينكس والسيلينجينا. والسيلينكس بيتميز ان فيه اتنين مواد فعاله هيعالجوا القشره، مش بس كده، ده كمان حاطين ماده هتقلل من احساس الاحتكاك اللي بيكون موجود مع القشره، وكمان مواد مرطبه. خليني اقدر اقول لك ان السيلينكس من الحاجات فعلا اللي مش هتنشف فروه راسك ولا هتنشف الشعرايه. سادس منتج معانا هو الهير ماكس شامبو. ده بيتميز ان هو هيعالج القشره وكمان هيعالج التساقط اللي بيكون مصاحب للقشره. سابع منتج معانا هو انتاج شركه انفينيتي وهو الدندل. الدندل بيتميز ان هو مش هيعالج القشره بس، لا ده كمان فيه حاجات مرطبه هتغذي الشعرايه وهترطبها. تامن منتج معانا هو انتاج شركه بلوبيل، ودي شركه مصريه منزله منتجين للقشره. اول منتج الداجو، وتاني منتج هو الداجو بلس، ودول بيتميزوا ان هم هيعالجوا القشره وهيعالجوا التساقط اللي بيكون مصاحب كمان للقشره. اخر منتج معانا هو الاوكسيدان والكيرالا لوشن. في بعض الاحيان لما بتكون القشره شديده قوي بنبتدي ممكن ناخد حاجات انتي فانجل عن طريق الفم، زي ايه؟ زي الترايفلوكان او الديفلوكان او الفلوكورال، ودول جرعتهم بتكون عباره عن حبايه، وبعد 3 ايام بناخد الحبايه الثانيه، ومش بنكرر. اما قشره الاكزيما الدهنيه اللي بتكون موجوده حوالين الانف ورا الاذنين، دي بنبتدي نستخدم لها كريمات موضعيه زي الكريمات دي. وكده يكون كلامنا خلص في فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو، ولو على اليوتيوب اعملوا سبسكرايب، وانتظرونا في فيديوهات تانية كتير.